فريسكة المصايف أو التفاح الأحمر بالعسل. تعالوا نجربه ونعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، هنفرح بيها ولادنا وحبايبنا. حاجة كده خطيرة جدا، كأنك بصي قاعدة على الشط كده وبتاع الفريسكا معدي جنبنا وهناخد منه، بس هنعمله في البيت. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، هتعجب ولادكم وحبايبكم. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا بقى نشوف وصفتنا النهارده اللي هنعملها، الفريسكا الجامده ديت بتاعت المصايف. هنعملها في البيت ازاي لاولادنا نفرحهم كده ونظبطهم. جبت طاسه او كازرولة، مش هنحطها على النار. هنزل بكوبايه سكر، كوبايه عاديه مج الشاي زي ما يكون، او كوبايه كبيره، بس اهم حاجه يبقى نفس الكوبايه اللي هنستخدمها. وعندي هنا نص كوبايه برضو نفس الكميه اهو. انا كنت بس مسخنه الطاسه علشان ما يبقاش فيها ميه. هحط معلقه عسل كلوكوز، تمام. لو مفيش هنحط عصره نص ليمونه كبيره كده حلوه، او معلقه عسل عاديه، تمام. عملتها كده. هننزل كده كمان بنقطتين فانيليا او كيس فانيليا اللي هو البودر. وهنزل بقى كده باللون ايه اللي بيعزز كده معانا، وابتدي اقلبهم حلو وارفعهم على النار. هولعهم، اشغل النار عليهم. بصوا بقى الشكل الجامد ده. ممكن تستغني عن الخطوه ديت وما تحطيش اللون دوت، ممكن تخليها بالعسل العادي او لون السكر لما يتكرمل عادي جدا جدا. هقلبهم حلو واشغل النار عليهم. شايفين بقى كده اللون جامد جدا، ده لون طبيعي وصحي اللي هو بتاع الاكل. هخليها بقى تغلي كده شويه لغايه ما تتقل معانا وتبقى متكرمله كده حلو جدا. وهقول لكم هنعمل ايه تاني. هنا الكراميل غلي اهو وتقل وقوامه بقى جامد جدا. هديت عليه النار وجبت هنا صينيه. هبتدي بقى حطيت فيها حبه زيت صغيرين، وابتدي كده اهو اعمل ايه، ادهن الصينيه اللي هحط عليها التفاح علشان ما يلزقش فيها بالشكل ده اهو. دهنتها حلو جدا. يلا بينا بقى نكمل باقي الوصفه. عندي هنا العسل اهو تقل ومهديه عليه النار. هجيب بقى غسلت التفاحيه حلو جدا، تمام. وحطيت كده ايه عصايه خله، الخله اللي هي بتاعت الايه بتاعت الشيش طاووق ديت، او عندي هنا برضو العصيان ديت اللي هي بتاعت اللي بتتباع دي عند مستلزمات الحلواني. او مفيش ولا ده ولا ده، هنجيب شوكه صغيره عاديه وندخلها كده من تحت وتبقى تمام التمام. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. خلاص كده العسل اهو. هبتدي بقى كده انزل بيه، اجيب كده اهو واغرقه بقى كده بايه بالعسل بالشكل ده. واحطه اهو واحطه على الصينيه كده. اسيبه ايه طبعا عشان الاضاءه بس، فمدينا لون فاتح شويه. وادي اهي شوكه عشان برضو اوريكم كله اهو ان الطريقه سهله ومش هنقف على حاجه. تيجي نغرق التفاحيه كده ونبتدي نحطها بقى في الصينيه من فوق كده، نوقفها كده علشان ايه تبقى مظبوطه اهو. واحده كمان هنكمل بقيه الكميه بنفس الطريقه دي. كده وصفتنا خلصت. الفريسكا بتاعت المصايف عملناها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. حاجة كده نفرح بيها ولادنا واحنا قاعدين نتسلى في الجو الحر ده. حاجة حلوة وبسيطة جدا وبتتعمل بكل سهولة. عايزاكم بقى تجربوها بالطريقة دي، ان شاء الله تعجبكم. متنسونيش في لايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها علينا نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.